بسم الله، أول حاجة معايا كيلو ميني دقيق ضِفت عليه معلقة كبيرة من السكر ورشّة بسيطة كده من الملح، تمام؟ بعد كده بقى باضيف كوباية إلا ربع من السمنة تكون سايحة كده، وبعد كده باضيف كوبايتين من الحليب، هاضيف كوباية دلوقتي وكوباية هنضيفها وإحنا بنعجن، تمام كده؟ معلقة بقى من القشطة كده تكون مليانة اللي بنشيلها من على وش اللبن عشان تدّي طعم حلو، لو مش متوفرة عندِك ما فيش مشكلة، ونبدأ نعجن زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وابتدي بقى إيه أضيف كوباية الحليب التانية اللي قُلت لكم عليها، تمام كده؟ وابتدي بقى إيه أعجن العجينة بتاعتي، عجينة تكون طرية وناعمة بس مش بتلزق في إيديّا، لو حبيتِ الحليب ده يكون لبن رايب هيبقى جميل جدًا برضه. هناخد بقى العجينة بتاعتنا نكورها كور صغيرة كده ونحطها على صينية تكون مدهونة بالزيت، وتحكمي بقى في حجم الكورة بتاعتِك على حسب الصينية اللي أنتِ هتسوي فيها، يعني أنا عاملاهم صغيرين عشان الصينية كده يبقوا على قد الصينية وحلوين، تمام، غطيتهم بالمفرش كده أو بفوطة مطبخ نضيفة وسِبتهم يرتاحوا ربع ساعة، بعد كده بارُش رشة دقيق بسيطة كده وآخد أول كورة استريحت معايا بُص واحدة بالطول وآخدها تاني واحدة بالعرض، وبعد كده أقلبها الناحية التانية وواحدة بالطول وواحدة بالعرض وبتتفرد معايا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، بُصّوا سمكها رفيّع جدًا، ما بيبقاش فيها سُمك. نعمل واحدة تانية بناخد كورة كده على رشة دقيق بسيطة، اوعي تزوّدي الدقيق عشان هيتحرق معاكِ وأنتِ بتسوّي. كل واحدة بنفردها بناخدها على طول نسويها، بُصّوا سهلة إزاي ما فيهاش أي حاجة، وعلى طول بقى على التسوية، كل واحدة بتخلص معايا آخدها على طول على الطاسة بتاعتي، باحط طاسة على النار تسخن كويس جدًا واخلّي النار متوسطة، وابتدي أحط الفطيرة بتاعتي يا دوب تتشمّع أقلبها، سر نجاح تسويته إنه ما ياخدش وقت في إيدِك خالص، على طول كده تقلبيه، بُصّوا ما فيش ثانية كده وتروحي قالبة لحد ما يستوي كلّه وكلّه يلوّن زي ما أنتم شايفين بالطريقة دي، ده سر نجاحه في التسوية بتاعته زي ما أنتم شايفين كده. خلاص استوى معايا وبقى زي الفل، على طول باشيله واحطه على فوطة مطبخ نضيفة وكل اللي بيطلع باحطه على فوطة واغطيه، أهم حاجة إن أنتِ تغطيه عشان يفضل معاكِ طري بالشكل ده، بُصّوا عامل إزاي، بجد خطير يا جماعة، ريحته تحفة جدًا، عملنا معاه بقى جبنة قديمة وعسل نحل وعسل أسود وطحينة، وكلي بقى لمّا تشبعي حاجة أكلة فلاحي كده مِيَّة، مِيَّة، ينفع كمان تعملي منه صينية رقاق طري، بألف هنا وشفا لكل اللي يجربه، بس كده.